اشتغلت في عزيق البرتقان، شجر البرتقان بيطلع حشائش كده من ده تحت. كان عندك كام سنة؟ وانا في سنه 5 وفي 6 ابتدائي. انت قلت قبل الشرقية. كده ان انت كنت من الاطفال المتحملين المسؤوليه، كنت بتشتغل في الشرقيه. طبعا اشتغلت ايه؟ طبعا اشتغل، ما فيش حاجه ما اشتغلتهاش. اشتغلت تنقيه الدوده. الولاد الصغيرين الفلاحين يعني يعرفوا تنقيه الدوده ايه، انك بتمشي في الخط بتاع القطن تلاقي لطعه كده عليها البيض بتاع الدود، فبتشيل اللطعه دي وتحطيها في كيس، وظهرك بقى ويجي الخولي بالبتاع كده، اي حد بس يشب كده ياخد له واحده بتعمل. اشتغلت في الرز ده لازم ترفعي بنطلون لان ميه ماشي، والرز نفسه فيه سكراتش كده حد قوي بيعمل لك في رجليكي، يعني بيخربط فيها، يعني زي ما بيقولوا العراقيين يعني. بيخربش الرجل. بيخربش وتمشي في الميه. ما ده بتلاقي حاجه اسمها الدنيبه، الرز طالع وجنبيه شجره كده بيسموها الدنيبه، انت بقى تشيل الدنيبه دي اللي انت مش بتلاقي بتاعك ده صغنططه عامله زي الترمسايه الصغيره او السمسميه، اهو ده الدنيبه بقى، فلازم تشيليها من ده. اشتغلت في عزيق البرتقان، شجر البرتقان بيطلع حشائش كده من ده كان تحت. عندك كام سنه؟ وانا في سنه 5 وفي 6 ابتدائي. ايه يعني 9 سنين 10 سنين؟ بالظبط.